بمعلقة سمنة بلدي واحدة بس هتخلّي طعم وريحة الكيكة في حتّة تانية خالص، من أجمل وأحلى وألذ كيكة الفانيليا اللي ممكن تجرّبوها. هنعمل النهارده كيكة فانيليا بطريقة سهلة جدًا ومقادير بسيطة موجودة في كل بيت. نسمّي الله ونصلّي على الرسول صلى الله عليه وسلم ونشوف هنعمل الكيكة دي إزاي، بس يا ريت تدعموني بلايك عشان اللايك بيرفع الفيديو. عندي 6 بيضات بدرجة حرارة المطبخ، البيض يا جماعة يكون بدرجة حرارة المطبخ ما يكونش خارج من التلاجة، عشان يدّيكِ نتيجة كويسة. هاحط عليهم معلقة صغيرة فانيليا سايلة، وهاخفق بس بالمضرب كده حوالي نُص دقيقة، وبعدين أحط عليه كوباية ونُص من السكر الأبيض الحبيبات. السكر يا جماعة لازم يكون أبيض فاتح عشان ما يغمقش الكيكة، وهاخفق لحد ما البيض يعلى ويهيش وحجمه يتضاعف. أول ما يوصل للشكل والقوام ده، لمّا نرفع المضرب كده يا جماعة لفوق يعمل العلامة دي على الوش، هاهدّي سرعة المضرب وهاحط عليها كوباية زيت وعليها معلقة سمنة بلدي. هاحط معلقة السمنة البلدي الأول في الكوباية وبعدين أكمّل عليها زيت. معلقة السمنة البلدي يا جماعة هتخلّي طعم وريحة الكيكة حلوة جدًا، وهتخلّيها بتدوب كده في البُق وإحنا بناكلها. وهاضيف كمان كوباية لبن. وبعد ما أحط الزيت واللبن يا دوب نُص دقيقة على سرعة هادية وهاوقّف المضرب. وعندي كوبايتين ونُص دقيق منخولين هاحط عليهم معلقة ونُص كبيرة baking powder وهاقلبهم كويس. وابتدي أحط الدقيق جزء، جزء على خليط السوائل، وهاقلب بالراحة خالص من تحت لفوق عشان ما نخرّجش الهوا اللي في البيض، وهاقلب بالمضرب السلك بالراحة كده زي ما أنتم شايفين. وهاحط خليط الكيك في صينية مقاس 28 دهناها بالزبدة ومبطناها بالدقيق. والطريقة دي حلوة جدًا يا جماعة بديل لورق الزبدة. وبعود من بتاع الشيش طاووق وهاعمل فيها الحركة الدائرية دي علشان تطلع كلها بسِوَى واحد ما تبقاش حتة عالية وحتة واطية. وهادخّلها فرن يكون سخن من قبلها ب10 دقايق، هاحطها على الرف اللي في النُص على نار تكون متوسطة الحرارة. مش هافتح عليها قبل نُص ساعة. هتاخد في الفرن حوالي 45 دقيقة، أو التسوية بقى على حسب الفرن بتاعِك. وأول ما تخرج من الفرن هاسيبها تبرد خالص، وبعدين أقلبها وأدهنها بمعلقتين مربى مشمش، وهاحط على الوش شوية جوزة هند وهنزينها باللوز. وده كده شكلها ما شاء الله تحفة، وطعمها حلو جدًا، هشة جدًا وطرية وبتدوب في البُق وإحنا بناكلها. معلقة السمنة البلدي مخلية طعمها وريحتها تحفة. إن شاء الله تجربوها وتعجبكم. ما تنسوش بقى لو عجبكم فيديو النهارده تعملوا لايك وشير للفيديو، ولو أول مرة تشوفوا قناتي ومش مشتركين تشتركوا، وتفعلوا الجرس الصغير علشان يوصل لكم إشعار بكل وصفاتي الجديدة. وما توفيقي إلا من عند الله، دمتم في رعاية الله، سلام عليكم.